انا اخدت مونجارو وخسيت 10 كيلو وبعد كده وزني رجع تاني. طيب خلينا نسأل سؤال، هي دي كده مشكلة المونجارو ولا مشكلة حاجة تانية؟ لا، هي المونجارو كده قامت بالدور بتاعها على أكمل وجه، اللي هي خسستني. طيب الدور التاني بقى اللي أنا مرجعش لوزني إيه؟ ده دوري عليا أنا، ده دور المفروض أعمله أنا بقى، اللي أنا أبدأ أحافظ على اللايف ستايل اللي أنا حافظت عليه، مرجعش تاني، ما تعملش اللي أنا دي كانت فترة مؤقتة خسيت فيها وغيرت نمط حياتي، وبعد ما وقفت المونجارو ورجعت تاني طبيعي هرجع وزني تاني. الناس كتير حتى لو عملت عمليات تكميم تحويل مسار ما حافظتش بعد العمليه، لا بترجع تخس تاني. يبقى دور المونجارو اللي هي بتساعدني في الفتره الاولانيه تخسسني، هتعمل لي الحاجه اللي انا مش قادر اعملها، وبعد كده تكمله الموضوع بقى ده اللي انا احافظ على الوزن اللي انا نزلته مع حقن المونجارو ده بيتوقف عليا انا نمط حياتي ايه. وزي ما قلنا ما نتعاملش مع الدايت ان هو حاجه مؤقته بتخلص، انا ملتزم وانا باخد المونجارو، ملتزم وانا بروح للدكتور، ملتزم وانا ماشي على دايت، بعد ما خلصت انا رجعت لنفس العادات الغلط تاني. لا، انا عايز استغل الفتره اللي انا باخد فيها المونجارو اللي انا اغير فيها سلوكي الغذائي، سلوكي اليومي، نمط حياتي، اللايف ستايل، هو ده اللي هيكمل معايا بعد كده. حقن المونجارو لازم هيجي وقت وهنوقفها، اي حاجه كده في الدنيا، اي دواء، اي حقن، اي حاجه لازم هيجي وقت، مش هفضل ماشي عليها طول عمري. طيب ايه اللي هيفضل مكمل معايا؟ هو نمط الحياه، هو اسلوبي الغذائي الصح. انا عمري ما هزيد لو انا لخبطت مره في الاسبوع، لكن هزيد امتى؟ لو انا بلخبط السبع ايام، الثلاث وجبات في اليوم، هو ده اللي يخليني ازيد. لا، خلينا نمشي ونبقى فاهمين وانا داخل اخد حقن المونجارو اللي انا الحقن المونجارو هتساعدني في الاول، بس الدور عليا انا بعد كده اللي انا احافظ على الكلام ده كله.